البطولة الأولى والأخيرة في تاريخ إنجلترا لحد النهاردة، وكأن من يوم ما الحكم حسب جول هيرست في نهائي 1966 وكأن لعنة انكتبت على الإنجليز. إنجلترا من يوميها ما رجعتش ترفع الكاس، ولسه كل بطولة جديدة بيعيشوا على الذكرى دي، الإنجاز الوحيد واللعنة اللي بتطاردهم لحد النهاردة. من يوميها تحس إن الأخطاء التحكيمية كلها ضدهم. ده الخطأ التحكيمي الأشهر في تاريخ اللعبة، هدف يد الرب الشهير لمارادونا في ربع نهائي كاس العالم 86 في المكسيك، كان قدام إنجلترا كانت بتلعب قدام الأرجنتين في مباراة كانت مولعة بسبب التوتر السياسي بعد حرب الفوكلاند اللي كانت قبلها ب4 سنين. الأرجنتينيين كانوا عايزين يثبتوا نفسهم والإنجليز عايزين ياخدوا صقر كروي. الشوط الأول خلص 0-0 وكل فريق حذر وبيجس النبض، لكن الملعب كان مليان توتر. الجماهير الأرجنتينية بتشجع بجنون ومارادونا بيحاول يفرض سيطرته من نص الملعب. ومع بداية الشوط الثاني في الدقيقة 51 حصلت اللقطة الشهيرة، الكرة ارتفعت جوه منطقة الجزاء، مارادونا قفز ناحية الكرة وهو أقصر بكتير من شيلتون حارس المرمى الإنجليزي. الكل مستني يلعبها براسه، لكن مد إيده الشمال وخبط الكرة للشباك وراح يحتفل بجنون في الملعب.